علينا في انتظار صافرة البداية أيها السيدات والسادة مشاهدينا متابعينا عبر قنوات أبو ظبي الرياضية في رابع مباراة كما ذكرت تاريخية تجمع أو خامس مباراة تاريخية تجمع ما بين المنتخب المصري والمنتخب منتخب كاب فيردي. غيابات المنتخب المصري كان نادي الأهلي هنا في مباراة السوبر المصري. هنا انطلاقة محاولة لمصلحة عمر مرموش واحد من أسلحة السيد حسام حسن في هذه المباراة. كرة بتلعب يا سلام، كرة في مكان سليم، عرضية خطيرة أمام المرمى، هذه فرصة لكن الكرة بتتخلى. محاولة طويلة أمامية في مكان للاروس دوراتي يسيطر على كرة خطير هذا اللاعب دوراتي، يا سلام بالكعب خطيرة ومطالبة ركلة جزاء إذا للمنتخب منتخب كاب فيردي. خطأ كبير يقع فيه محمد هاني مدافع الأهلي في اللقطة الماضية، وبالتالي صافرة من السيد طبعا سيدة روضة المنصوري في هذه اللقطة تحديدا ما كان فيها تسلل إطلاقا. سقط هيليو فاريلا وبالتالي خطأ ارتكب في جاري رودريغيز. سيتقدم محمد الشناوي، سيتصدى محمد الشناوي، لكن هنا هدف يسجل منتخب كاب فيردي في هذه اللقطة. يتقدم منتخب كاب فيردي عن طريق هذا اللاعب اللي واضح امامنا في الصورة جاري رودريغيز يسجل اول اهداف والكابيتانو رودريغيز. لتستمر المباراة. عمر مرموش بيحاول يتخلص لكن هناك صافرة او هناك الكرة وصلت سهلة لحارس المرمى برونو فاريلا. هذا هو برونو فاريلا. كرة تلعب داخل منطقة الجزاء، عرضية عالية لكن ايضا يتدخل طلب هدف التعادل. كرة وصلت هناك على الجهة اليسرى ممتازة، هذه خطيرة لكن وصل هيليو فاريلا بيحاول يتخلص. خطير فاريلا يلعب له كرة في مكان سليم، هذه خطيرة ولكن الكرة على الانتصار في هذه المباراة. عموما كرة ملعوبة، محاولة بتتخلص ما زالت لصالح منتخب مصر. هنا تدخل صافرة من قبل حكم المباراة وخطأ لمصلحة مصطفى عبد الله. سلام ان شاء الله لمصطفى، لاعب نادي نانتس. طبعا كان حضر مباراة طبعا لكأس السوبر. هذه كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء بتتخلص، تعود مرة أخرى كرة لصالح في مكان ووضعية أجمل من ركنية. كرة سرسل خطيرة، الله أمام المرمى ما زالت أخطار، يتدخل المدافع، هذه تسديدة ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. كانت من نبيل دونغا في اللقطة الماضية. شوف اللقطة، كانت عرضية قوية لافة باتجاه المرمى، باغتت نونو دا كوستا على لاعبي المنتخب المصري. الحذر، كل الحذر بلا شك. يعني كانت هناك قراءة للسيد حسام حسن لمباراة منتخب كاب فيردي الافريقية. كرة ملعوبة إلى الأمام، هذه خطيرة لمصلحة المنتخب المصري لكن يتدخل المدافع أدلسون بورغاس، يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. مدافع نادي البطايح الإماراتي في اللقطة الماضية تدخل قبل أن تصل الكرة للخطير طاهر محمود في مرمى الزمالك بكلا الشعارين. عموما كرة ملعوبة ممتازة هذه لمصلحة المنتخب المصري. هذه فرصة، هذه محاولة سقوط وخطأ حكم المباراة يحتسبها لصالح المنتخب المصري وبطاقة صفراء على كيلفن بينا اللي واضح أمامنا في الصورة. 8 أهداف في مسيرته عمر مرموش. الله ما رمش برونو فاريلا، تسديدة قوية من عمر مرموش ولكن الكرة يتصدى لها في اللقطة الماضية، لكن ملعوبة بشكل سريع. ما أكثرها الكرات يا فاريلا في أرضية الملعب، لكن هنا الكرة بتتخلص، وصلت للمزعج هيليو فاريلا أيضا. حمدي مقطوعة
ترجع مرتدة لصالح منتخب كافيردي في محاولة على الجهة اليمنى عرضية ستكون هذه محاولة لصالح منتخب كافيردي. تتخلص المحاولة أيضا ترجع عناصر منتخب مصر في محاولة لتخليص المصري. وصلت في المنتصف يرسلها أمامية محمد صابر. يا سلام، استلام لطاهر. طاهر بيعدي طاهر يسدد طاهر، لكن التصدي حاضر من برونو فاريلا. تصدي جميل من فاريلا، لكن التسديدة أحلى. لا، غير راية، نفذها تمريرة أمامية داخل منطقة الجزاء. الكرة عند طاهر من جديد، عرضية داخل منطقة الجزاء، والكرة على الجهة اليسرى. محاولة مرور أولى ناجحة، عرضية، لكن هنا طبعا إن كانت من الأروع في شوط المباراة الأول. هذه كرة ممكن الآن عودة عرضية داخل منطقة الجزاء، محاولة بالراس، هذه تسديدة، ولكن الكرة كان للاعب البديل تافاريس، لكن تمريرة خاطئة من تافاريس. عادت مرة أخرى لصالح منتخب مصر. هناك صف ذلك الانسجام المنتظر من السيد حسام حسن. يا سلام، هذه خطيرة، ممكن فرصة، لكن ضاعت يا إلهي على فرصة حقيقية كانت للمنتخب المصري في اللحظات الماضية، لكن الكرة عدت مرت. لاعب نادي البنك الأهلي نزل لأرضية ملعب المباراة. هنا تسديدة، ولكن الكرة تطلع إلى خارج أرض مناسبة، يعني عند صولات وجولات. هنا كرة خطيرة، محاولة أمام المرمى، فرصة جول. لا ترمش أمام مرموش يا فاريلا، ما دام مرموش موجود المنتخب المصري يعود للمباراة عن طريق عمر، عن طاعنة يعودون للمباراة، يسجلون الهدف المنتظر منذ فترة. هذه تسديدة، ولكن الكرة تطلع إلى خارج أرضية الملعب. يا لها من فرصة. نزول اللاعب طبعا أسامة فيصل، لاعب نادي البنك الأهلي، نزل لأرضية ملعب المباراة. هنا تسديدة، ولكن الكرة تطلع إلى خارج أرضية الملعب، إلى مش ممكن. الله، هذه جول الله. ماذا تقول روضة المنصوري؟ هل احتسبها حكم المباراة هدف أم ألغى الهدف؟ راح نشوف. لكن الله على لمسات جميلة كانت لعمر مرموش، تبادلوها، وصلوا بها باتجاه المرمى، لكن شوف اللقطة، انتبه تماما أحمد أبو الفتوح، شوف اللمسات، يا عيني. كرة منقولة أمامية، استلام من عمر مرموش، مزعج خطير، ممكن تسديدة، هذه فرصة. الله يا عيني عليك، تسلم رجليك يا عمر مرموش. ايه ده، ايه الحلاوة دي يا عمر مرموش، يا سلام. الكرة ملعوبة عرضية خطيرة، لكن تتخلص بالراس. من جديد المحاولة لصالح المنتخب المصري، محاولة المرور، هذه فكرة للتسديد، لكن غير راية، لكن هنا الضغط زاد عليه. خلصوا الكرة، محمد هاني يخلص، الكرة بشكل سليم. هدف ثاني يقترب، هذه ملعوبة بشكل سليم، ممكن عرضية، فرصة رأسية، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. هذه كرة في مكان خطير، ملعوبة خطيرة، تسديدة، لكن إلى خارج أرضية الملعب. كانت من أيضا المدافع، لكن هناك أيضا مهاجم منتخب كاب فيردي، اللاعب الوحيد في تاريخ مصر اللي لعب طبعا مع الأهلي والزمالك كما ذكرت، وسجل في مرمى المنتخبين، حسام حسن.